السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الفلون صحي وب بمكونات كتواجد في كل بيت. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا جوج ديال الفلون ديال الكراميل، عندي التمر وعندي جوج بنانات وعندي يطرد الحليب. اللي بغى يعمل نص يطرد الحليب يعني يعمل نصف المكونات، يعمل غير فلون واحد وغير بنانه واحده وشويه تمر على حسب اللي بغى هو، ويعمل نص يطرد الحليب. انا غنعمل هادو، وفي التزيين ان شاء الله غادي نعمل مكونات اخرين ان شاء الله نزوق بهم. وخليكم معايا في طريقه التحضير. غادي نعمل كل شيء في الخلاط، البنان والتمر والفلون والحليب ديالي، وغادي نعملهم على نار مهيله حتى توصل درجه الغليان، وان شاء الله نعملها في الكؤوس ديالي. المهم انا المرحله ديال الخلاط وديال البوطه ما غنوريها لكم شي باش ما بلا ما نعمل لكم الصداع وهذه في الفيديو. وهذيك يعني مرحله عاديه، يعني اي واحد كيعرفها. وخليكم معايا على بركه الله. غناخذ التمر ديالي نقيه ونحطه هنايا. وهذا الفلون كيجي غزال، والله لا ما تشبعوش منه. هذا غير كيستحق التجربه. دابا التمر موجود في كل بيت، والبنان يعني بنانه ولا هاد يعني عادي تقدر تزيدها. وكاينه بنفس الطريقه كيكون بفواكه اخرى ان شاء الله دابا نجربهم معاكم. انا كنكمل الكميه ديالي. هما جوج بنانات متوسطين في الحجم، ماشي كبارين وماشي صغارين، يعني متوسطين. كل واحد يعمل شنو بغا، وقدر ما تعملش مثلا البنان تعمل غير التمر، قدر تعمل التمر وما تعملش البنان. يعني ها هما جوج ساشيات ديالي غنضيفهم حتى همايا. نزيد نص كميه ديال الحليب حتى نطحنو شويه ونزيد نكمل نصف كميه اخرى. غنضيف الكميه ديال الحليب اللي متبقيه وغادي نرجعها في الخلاط ونحطها على النار حتى تولي جاهزه معايا. هنا خلطت كلشي في الخلاط الكهربائي. هانتوما انا طريفه التمر ماشي مشكل يبقاو لي، انا ما عنديش مشكل في هذا الشيء. كاين اللي كيصفي وهذه انا ما كنصفي ما والو. صافي غادي نديها ان شاء الله البوطه، غادي نطيبها حتى توصل مرحله الغليان. هاد المرحله بلاش من نعملها معاكم حتى تجهز معايا، وغادي نوريكم كيفاش غنكمل. نتوما خوتي ملي وصل الفرن ديالي مرحله الغليان 3 دقائق 4 دقائق على الاكثر، كنفرقهم في الكؤوس ديالي اولا زليفات، ولا كل واحد فين كيفضل يعمل الفلون ديالو فين ما بغيتو. انا كيعجبوني هادو كيجيو مجموعين وكبيبرين. هادو ديك الطريفه د التمر. صافي غنخليه حتى يرجع بدرجه الحراره المطبخ، وغنحشيه في الثلاجه. وملي غادي يعقد معايا ان شاء الله غادي نزوقو وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. ها هو الفلون ديالي بيد ما عقد لي وخرجته من الثلاجه. دابا غادي نزوقو حداكم، غادي نعمل له بنانيت حيت
استعملنا البنان غنزوقو بالبنان. نمشي على هاد الطريقه. كل واحد يعمل بطريقته كيف ما بغى، كل واحد يزوقو باش ما بغى. غنستمر على هاد الطريقه هادي. حتى هادو اللي ناقصين تما غنزيد لهم. وكنزيد هنا هذا عندي النوا محمر وقطعته طريفات صغار، وغنزيد شويه الزبيب. هادو باش زينت انا. واذا كانت عندكم شي صوص ديال الكراميل اولا شي حاجه زوقوا بها. ها هو الشكل النهائي ديال الفلان ديالي. شوف كيفاش كيجي، صراحه كيجي عاقد، كيجي غزال. ها نتوما شوف، دابا صايمين ما نقدروش نذوقوا حداكم. وكنتمنى تجربوه. وكيجي غزال، كيجي صحي وعامر بالمنافع وما فيهش السكر نهائيا. كلشي الحلاوه كامله طبيعيه وبصحه والراحه.